الجو الحر اللي احنا فيه ده عايز الايس كريم الحلو الجميل ده. وعلى عشاق الشوكولاته بقى هنعمل ايس كريم تحفه النهارده بالشوكولاته وبطريقه سهله جدا وبمقادير كلها موجوده في البيت. شايفين ما شاء الله جميل جدا ازاي. معانا كوبايه ميه فيها تلج، عليها كوبايه الا ربع كريم شانتيه، عليها معلقتين كبار كريمه باستري، ولو عندك معلقتين لبن بودر او معلقتين قشطه حطهم وياه ونضربهم كلهم بالعجان بالشكل ده كده. وكان عندي بقى صوص شوكولاته، اي صوص شوكولاته عندك موجود عندك يعني من اي وصفه تانية، او ممكن تعملي صوص شوكولاته وتسيبيه يبرد وتضيفيه عليه، او ممكن تضيفي معلقتين كاكاو خام. هيبقى كاكاو هيبقى بالشوكولاته، هيبقى ايس كريم بالشوكولاته. نضربهم كمان ضربه في العجان، وبعدين بقى نحط الايس كريم في الكبات اللي زي دي كده بس. نضغط على كده شويه عشان ما يبقاش في فراغات، ونحط فيه بقى الستيك بتاع الايس كريم وندخله الفريزر. وبقى الايس كريم عندي هفضيه كده في علبه تكون محكمه الغلق، واحط كده عليها بقى كريسبي شوكولاته او شوكليت شيبس او اي حاجه موجوده عندك، وممكن بسكوت اوريو تكسروه وتحطيه، ونحطه في الفريزر ليله كامله ونطلعه بقى نقدمه بالجمال ده. ما شاء الله الكميه دي عملت معايا 4 قوالب زي دول، وعملت معايا اللي هو القوالب اللي انا دخلتها الفريزر دي. ونزينها بقى بالشوكولاته، اي صوص شوكولاته موجود عندك، وشويه فرماسيه كده، ونقدمهم بالهنا والشفا. والتانيين بقى كده هنسيح شوكولاته خام مع معلقتين زيت، ونضيف عليهم شويه مكسرات فول سوداني بقى، واي مكسرات موجوده عندك، ونقلبهم كده في بعض ونسيبهم بقى عشان نطلع القوالب دي نطلع الايس كريم من الاول. من القوالب دي لازم نحط كده القوالب في ميه سخنه مفيش كام ثانيه كده، ونطلعهم على طول، وهيطلع معانا بالشكل ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك.